تعود الفنانة رانيا يوسف من جديد بتصريحات مثيرة للجدل. يعني رانيا كان بقالها فترة طويلة جدا جدا ما بتظهرش، لكن طلع لها طبعا بعض التصريحات الغريبة جدا جدا، واللي هي المثيرة للجدل. هجيبها لحضراتكم ونتكلم برضو كمان كده بالمرة عن رانيا يوسف، يعني أعمالها الفنية وشغلها وهي فين دلوقتي. مثلا كل الامور ديت هنتكلم فيها النهارده في الحلقه بتاعتنا على قناه الناقد والمنقود لايف. في البدايه تحيه طيبه لكل اخواتنا مشاهدين ومشتركين قناه الناقد والمنقود لايف الكرام. رانيا يوسف نظر لها تصريحات، طبعا بنتي جسمها جامد، رانيا يوسف بنتي كبرت وبقت حلم كل شاب بسبب نعمة ربنا اللي مش بنخبيها. طيب نرد عليكي بقى في الجزئية دي يا أستاذة رانيا، يعني بالمعنى الأصح نرد عليكي في الجزئية ديت. انت بتقولي بنتك كبرت وخلاص وبقت كبيرة، وبالمعنى الأصح انت عايزة توصلي معلومة ان البنت كبرت. يعني طيب ماشي، مفيش مشكلة، يعني كل واحد، بس في حاجة اسمها وان ربنا بسبب نعم ربنا، لا انت كده يعني بتودينا للأسف يعني في حتة تانية خالص. هنرد عليها في الآخر، بس تعالوا نشوفه كده ونتكلم عن رانيا يوسف، لأن أنا بشوفها هي كمان برضو مع اختلافي معاها في كل الأحوال إن هي موهبة برضو، بس موهبة للأسف يعني ظلمت نفسها بتصريحاتها، وظلمت نفسها قبل تصريحاتها كمان بتصرفاتها هي، يعني بكل حاجة. تمويل خاص، رانيا يوسف تقود حملة لتشجيع السيدات على الطلاق في مسلسل روج اسود في رمضان 2026. هي عاملة مسلسل اسمه روج اسود في رمضان 2026 اهو، ده الخبر بتاعه اهو، بتمويل خاص طبعا. اعلنت قناه طبعا احد القنوات عن مسلسل روج اسود على شاشتها ضمن سباق رمضان 2026، وان رانيا يوسف تقود طبعا ان رانيا يوسف تقود حمله لتشجيع السيدات على الطلاق ضمن احدث الاعمال. تبدا رحله رانيا يوسف خلال احداث المسلسل بزواج تقليدي من موظف بسيط، وتظهر طبعا ده تفاصيل المسلسل بتاع الفنانه. كمان معاها في البطوله رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، داليا مصطفى، فرح زاهد اخت الفنانه اسمها هنا الزاهد، احمد جمال سعيد، منى بدر، تيسير، كريم العمري. العمل من تأليف أيمن سليم وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حمائي. طبعا ده المسلسل بتاع الفنانة رانيا يوسف اللي هيتم عرضه في شهر رمضان. رانيا يوسف ناخد عنها شوية معلومات كده حلوة عن حياتها. والدها ضابط بينما والدتها تعمل مضيفة جوية. حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كرير، وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. ثم بدأت حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء والظهور في بعض الإعلانات. بدأت في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما. في عام 1993 كان أول دور ليها بمسلسل العقاب، قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم الناجون من النار 1994. ثم شاركت في مسلسل ملكة جمال مصر 1997 وحصلت على مركز الوظيفة الأولى في مسابقة، أنا آسف. وفي نفس العام شاركت في فيلم دمي ودموعي وابتسامتي مع الفنان شريهان. وكمان بعديها 1998 حتى عام 2001 شاركت بأدوار صغيرة في عدة أعمال فنية، وهي القلب يخطأ أحيانا، مسلسل الأبواب المغلقة، وفيلم النيل، وفيلم الكاش ماشي، ومسلسل النساء قادمون. مراحل التألق بقى والنجومية ابتدت من مسلسل عائلة الحاج متولي مع الفنان نور الشريف وإخراج محمد النقلي. أما ظهر لها أزمة كبيرة جدا جدا في مسلسل ركلام. أصدرت رانيا يوسف الكثير من التصريحات حول نقدها لفيلم ركلام وللمخرج علي رجب، حيث بدأت الأزمة عندما شاهدت رانيا يوسف النسخة النهائية من الفيلم قبل عرضه بدور السينما. وجدت علي رجب حذف بعض مشاهدها، واعتبرت نفسها ضيفة شرف فيه على الفيلم، لذلك رفض التصوير أفيش الفيلم. كما صرحت رانيا يوسف في بيان لها لن تقاضي رجب رغم تصرفاته المخالفة للتعاقد الذي كان بينها وبين الشركة المنتجة للفيلم. وقالت وضع اسم غادة عبد الرازق قبل اسمي على تتر الفيلم يخالف نص العقد الذي وقعت عليه، وعلى مسؤول هذه المحاولة الإيقاع بيني وبين غادة. قدمت تلك الفترة العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، حيث قدمت من الأفلام مثل هو في كده، وريجاتا، ومسلسل مثل موجة حارة، نيران صديقة، والسبع وصايا، وعيون القلب. كمان حصل لها أزمة كبيرة جدا جدا في المهرجان. تلقت رانيا يوسف هجمات إعلامية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستان وصف منه البعض بأنه غير لائق
وقد حددت النيابة العامة المصرية جلسة 12 يناير 2019 لتبدأ محاكمتها أمام محكمة جنح الأزبكية بتهمة الفعل العلني الفاضح والإساءة المرأة المصرية، وهي تهمة فضفاضة جاري التنازل عنها لاحقا. وقد انتقدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ما تعرضت له الفنانة من تغطية إعلامية وصفت بأنها غير مهنية. تزوجت عدة مرات، كان آخرها من رجل الأعمال طارق عزب الذي انفصلت عنه 2018، وتزوجت في الآخر كمان من جوز، هي خدت جوز بنت الفنان أحمد بدير، مش فاكر اسمه والله. في أعمالها الفنية 1993 المنسي، 94 النجوم من النار، 99 معتقل الحب، 99 نايل ياباني، 2000 الكاش ماشي، 2008 كباريه، 2009 فخفخينو، 9 أعز أصحاب، 2010 زهايمر، و11 واحد صحيح، و11 صرخة نملة، و12 ريكلام، 12 حفلة منتصف الليل، 13 هو في كده، 2015 من دار الراجل، 2015 رجال، 2017 ممنوع الاختلاط والتصوير، 2019 الدكتور بسببي، 2020 صندوق الدنيا، 2020 دماغي شيطانة، 2020 أسوار عالية. مسلسلات عروس البحر، أقوى من الطوفان، قلوب في العاصفة، دمي ودموعي ابتسامتي، بحار، الفندق، الحصيدة، كوكي كاك، حب تحت حراسة، القلب يخطأ أحيانا، العيش والملح، خلف الأبواب المغلقة، عندما تتطور النساء، عائلة الحاج متولي، النساء، انظر حولك وابتسم، النجم الذي أهواك، فارس الرومانسية، خان القناطير، أمانة يا ليل، وبطة واخواتها، أوراق مصرية، القرار الأخير، ينابيع العشق، نعتزل عن هذا الحلم، طعمية بالكافيار، زهور شتوية، الكلام المباح، السيرة العاشرية الحرافيش الجزء الثاني 2005. عملت أعمال فنية كتير، يعني آخر أعمالها الفنية كان مسلسل نص الشعب اسمه محمد، ده كان آخر أعمالها الفنية 2025، وكان كمان في المماليك وشارع 9 ومنورة بأهلها. عملت أعمال فنية الفنانة رانيا يوسف كثيرة جدا جدا، لكن برضو كان في نفس الوقت إن هي قابلت كم كبير جدا جدا من الانتقادات خلال الأيام اللي فاتت بسبب طبعا تصريحاتها عن بنتها والكلام دوت. لكن أنا بشوف إن رانيا يوسف برضو كمان هي كمان موهبة، بس للأسف رانيا موهبتها يعني ظلمت نفسها، يعني رانيا بصراحة ظلمت نفسها بالموهبة بتاعتها، يعني كانت ممكن إن هي تكون في مكان أفضل. تصريحات رانيا دمرتها، تصريحات رانيا يوسف هي اللي دمرت لها حياتها، يعني بوظت لها الدنيا عندها وعملت لها تلفيات كثيرة جدا جدا. دي كانت حلقتنا النهارده على قناه النقد والمنقود لايف. بنشكر مشاهدين ومشتركين قناه النقد والمنقود لايف الكرام اللي مشرفينا ومنورينا ومتواجدين معانا في الحلقه بتاعتنا. لكم مني كل الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.